المنتخب المغربي كيحقق انتصار مهم على المنتخب التنزاني وكيضمن التأهل ربع نهائي كأس افريقيا للأمم المغرب 2025. شنو هي التشكيله اللي دخل بها وليد الركراكي في مواجهه تنزانيا، وكيفاش كان الاداء ديال المنتخبين في هذه المباراه، وكيفاش قدر المنتخب المغربي انه يحقق انتصار مهم على المنتخب التنزاني، وشنو هي الصعوبات اللي واجه المنتخب المغربي في هذه المباراه. اهلا بكم متابعينا الكرام. المنتخب المغربي حقق انتصار مهم على المنتخب التنزاني في ثمن نهائي كأس افريقيا للأمم المغرب 2025 بنتيجة هدف وحيد من توقيع اللاعب والنجم إبراهيم دياز. المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي فهو اعتمد على التشكيلة الآتية: في حراسة المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع أشرف حكيمي العميد، نايف أجرد، هدم مسينا، نصير مزراوي، في خط الوسط نائل العيناوي، وأمامه إسماعيل الصباري وبلال الخنوس. ثلاثي خط الهجوم إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي، ورأس حربة فهو أيوب الكعبي. هذه المباراة شهدت غياب لاعب الوسط عز الدين أناحي للإصابة، اللاعب اللي غيغيب على باقي المباريات في كأس افريقيا وغيغيب تقريبا الأزيد من 5 أسابيع. أما فيما يتعلق بالخطة اللي لعب بها المنتخب التنزاني بقيادة المدرب الأرجنتيني غاموندي، فهو اعتمد على خطة نقدروا نقولوا أنها دفاعية محضة، بالاعتماد على خطة 5-4-1 اللي كتحول في بعض الأحيان وملي كتضيع علينا الكرة ل3-5-2 بالاعتماد على رأسي حربة، يعني مهاجمين صريحين اللي هما سيمون مصوفا وسليمان مواليمو. المنتخب التنزاني فهو خلق لنا مجموعة من الصعوبات في هذه المباراة، ولعل أبرز دليل على هذا الكلام الكرة اللي ضاعت لآدم مسينا اللي خدها لاعب منتخب تنزانيا ولله الحمد مرت بالمحاذاة من مرمى الحارس ياسين بونو من بعد رأسية من اللاعب سيمون مصوفا. المنتخب المغربي في هذه المباراة فهو لقى صعوبة كبيرة في خط الهجوم. المنتخب التنزاني فهو كان متمركز في أرضية الملعب بطريقة جميلة وقدر أنه يخنقنا ويسد علينا في مجموعة من المحاولات. الغياب ديال أوناحي فهو كان له تأثير كبير على الأداء ديال المنتخب المغربي خاصة في خط الوسط. نقدروا نقولوا أنه الأداء اللي ما كانش جيد، ما غاديش نلوموا خط الهجوم وأيضا خط الوسط، لكن اللي ما كيطمئنش في هذه المباراة فهو الأداء اللي قدمه نايف أجرد وأيضا اللاعب أدم مسينا في هذه المباراة. نقدر نقول أنهم كانوا ضعاف. نايف أجرد قام بمجموعة من الأخطاء في الخروج بالكرة، وهذا عادي بحكم أنه كيلعب بالرجل اليسرى وكيتم توظيفه في الجهة اليمنى من محور الدفاع، وبالتالي فهو كيلقى صعوبة كبيرة في إخراج الكرة كما كنشاهدوا في هذه اللقطة، بالإضافة إلى أنه ولا كيبان ثقيل بشكل كبير في إخراج الكرة. نفس الأمر اللي كينطبق على آدم مسينا. آدم مسينا اللي كيلعب في الجهة اليسرى من محور الدفاع فهو قدم مباراة نقدروا نقولوا أنها ضعيفة وكان ثقيل في مجموعة من المحاولات. المنتخب التنزاني خدنا في مجموعة من الهجمات المرتدة وكان قريب بشكل كبير أنه يفتتح التسجيل، بالإضافة للمحاولة اللي كانت في البداية ديال المباراة من سيمون مصوفا من بعد الخطأ ديال آدم مسينا. كانت محاولة أخرى في الجولة الثانية لولا التصدي ديال الحارس ياسين بونو. المنتخب المغربي فهو افتتح التسجيل في الجولة الأولى عن طريق الصباري، لكن كان هناك تسلل على اللاعب إسماعيل الصباري، وبالتالي فالمنتخب المغربي فهو بقى كيبحث على تسجيل هدف التقدم وهدف الانتصار، وهذا الشيء اللي ما جاش بسهولة وجاب حل فردي من اللاعب إبراهيم دياز اللي خدا الكرة ودخل وقصد مرمى الحارس منتخب تنزانيا. التسديده كانت في القائم الاول بين القائم والحارس، بحيث انه الحارس فهو كان كينتظر تكون عرضيه مثل المحاولات اللي سبقات، لكن الذكاء ديال ابراهيم دياز فهو سددها مباشره وارتطمت بالحارس، وبالتالي تقدم المنتخب المغربي. المنتخب المغربي فهو حاول انه يحافظ على النتيجه ويخرج من باب واسع ويتفادى باقي السيناريوهات خاصه في الدقائق الاخيره من المباراه. عموما نقدر نقولوا انه كانت هناك مجموعه من الاخطاء ومجموعه من الامور اللي ما كتبشرش بالخير في المنتخب المغربي في هذه المباراه. اولها الضغط على اللاعبين اللي كيخرجوا الكره من منتخب تنزانيا، ما كانش واحد الضغط اللي هو بشكل ذكي. كنلقاو انه الكعبي يضغط، مره يضغط الزلزولي، كيكون هناك ضغط بشكل خاطئ على لاعبي ديال المنتخب تنزانيا اللي تمكنوا في شحال من محاوله انهم يخرجوا الكره. الشيء الاخر اللي ما كانش جيد في هذه المباراه فهو محاور ديال الدفاع.
نايف أقرد وأيضا أذم سينا اللي ما قدموش مستوى كبير في هذه المباراة. خلاصة القول نقدروا نقولوا أنه الأهم في هذه المباراة فهو الانتصار، هو التأهل لربع نهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025، لأنه في كأس إفريقيا ما كيهمش أنك تقدم مستوى كبير، ولعل أبرز دليل الدورات السابقة اللي كنا كنقدموا مستوى كبير خاصة في دور الثمن، لكن كنغادروا من باب الضيق لكأس إفريقيا. فهذه الدورة ما كنقدموش مستوى كبير، لكن كنعرفوا كيفاش نفوزوا، خاصة وأننا لاعبين في بلادنا. في دور الربع النهائي المنتخب المغربي غيواجه منتخب الكاميرون اللي ضمن التأهل على حساب منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف وحيد.